زميلي محمد معي هنا في ملعب سانسيرو المنسق الإعلامي على الصعيد الرقمي لرابطة الدوري الإيطالي باولو تارديو. باولو بنفينوتو دا نوي سو أبو ظبي مرحبا سبورتس. بك على قناة أبو تقريبا ظبي المهمة التكتيكية الرياضية. لترجمة السؤال الأهداف الأول: التي لماذا المباراة دومينيكا قدمت على يوم السبت بدل يوم الأحد؟ هذه أوامر السلطات، لأن كما تعلمون بعد نهاية المباراة الإنتر سوف يقوم باحتفالية بحافلتين مكشوفتين لمسافة 8 كيلومتر، وفي سيذهبون إلى الوصول إلى ساحة الدومو حوالي الساعة 9:09:30، وسيقوم أيضا احتفالية من الشرفة المطلة على الدومو مع الجماهير. لهذا السبب قامت بعملية تقديم الوقت، لأن الإنتر تم عملية تحويل وقت المباراة. هل نشاهد الملاعب ممتلئة بالنسبة في هذا الموسم؟ ماذا يعني كرة القدم الإيطالية؟ أعتقد في فترة الكوفيد يبدو بعيدا، ولكنه منذ سنوات قليلة أثر في كرة القدم العالمية، وإيطاليا أيضا الناس لديها الرغبة لمشاهدة كرة القدم والذهاب إلى الملاعب. كرة قدم هنا في إيطاليا لعبة شعبية كبيرة، وبالفعل لديها أيضا تأثيرها على الكرة والاقتصاد، والجماهير لديها شغف كبير، سواء الإنتر، يوفي، لاتسيو، وأيضا أتلانتا ومونسا وليتشي. تذكر مثلا جماهير ليتشي العام الماضي ذهبوا إلى مونزا المباراة قبل الأخيرة، لأن كان مواجهة مباشرة من أجل بقاء في الدوري الإيطالي كثيرين، وهذا إثبات لمن لا يعرف إيطاليا، لأنهم بالفعل لديهم رغبة وشغف لكرة القدم الإيطالية. ما هي المشاريع الكرة الإيطالية في العالم وفي العالم العربي أيضا؟ كما تعرف بأننا بدأنا في الشرق الأوسط منذ سنوات قليلة، عندما بدأنا نقل المباريات على اليوتيوب، ومن ثم أيضا الاتفاق مع ستارز بلاي وشركة أبو ظبي للإعلام، ولدينا مكتب في أبو ظبي، ولدينا أيضا الفرصة لكي نتطور أكثر ونتوسع في العالم وبالنسبة لنشر الكرة الإيطالية. والهدف دائما أن يكون كرة القدم الإيطالية أكثر عالمية وأكثر انفتاحا للعالم في جميع الدول، وأتمنى أن ننجح في ذلك. لدينا أيضا مكتب في نيويورك. كرة القدم أصبحت أكثر عالمية، لكرة القدم الإيطالية أيضا ستكون أحد هذه العوامل. محمد من هنا من على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا.